السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم فكره حلوه جدا. انا على طول بعتمدها في مطبخي. حلوه قوي. لو انت عندك بصل، احنا طبعا عشان الظروف اللي احنا فيها. ساعات البصل بيبقى غالي جدا، وساعات بنبدا نجيب اللي هو يعني درجه تانية، يعني يكون مثلا رخيص شويه، فبيبدا يبوظ عندنا في الدرج ونبدا نرميه ويبقى عندنا خساره جامده جدا. اول حاجه هقولك على طريقه حلوه هتحتفظي بيها بالبصل بطريقة كبيرة جدا، حتى لو انت جبتيه يعني مش طازة، يعني يعني في دفوهات كده في البصل بتبقى مثلا زي شراوات كده، بتبقى طري مثلا او مزرع او كده. هقولك ازاي تحتفظي عليها بطريقة سريعة وكمان لوقت كبير قوي. اول حاجة كده بيبقى عندي كرتونة البيض اللي احنا كلنا بنرميها. هبدأ اجيب النشا، ارش كده في كل فتحة شوية نشا صغيرين، وابدأ ارص البصل بتاعي. على فكرة الفكرة دي حلوة جدا جدا للبطاطس كمان. لو انت عندك بطاطس وعايزة تحتفظي بيها لفترة طويلة جدا جدا وما تبصش منك، اعملي الفكرة دي. عايزة اقولك كمان ممكن تحطيها في التربو عندك بالطريقة دي، هتقعد عندك شهور، سواء كان البصل او البطاطس. هبدأ كده ارص البصل بتاعي. على فكرة كرتونة البيض بتشيل حوالي 2 كيلو ونص بطاطس او 2 كيلو ونص بصل. بتاخد كمية كبيرة جدا. هبدأ كده ارص البصل، هيتشال معايا الصغيرة والكبيرة، يعني لو انت جايبة بصل كبير او صغير الكرتونة هتشيلها بالطريقة دي كده. بجد فكرة تحفة جدا. كده انا هرص البصل. ما عندكوش فكرة يا بنات، بتاخد كمية كبيرة قوي. يعني اللي يشوف الكرتونة يقول مثلا ممكن تاخد كيلو، لا، هتاخد منك حوالي 2 كيلو ونص، سواء كان من البطاطس او من البصل. انا كده رصيت البصل بتاعي. زي ما انتوا شايفين انا مش جايبة البصل الفريش، انا جايبة بصل كان رخيص شوية وعجبني. طبعا ساعات البصل بيوصل الكيلو ب10 جنيه، فانا جبت رخيص شويه وبس. وفي نفس الوقت الرخيص شويه ده ساعات بيبوظ بسرعه، فالطريقه دي حلوه جدا جدا. لو انت هتجيبي سواء البصل ده او البصل ده هيتحفظ معاكي لفتره طويله. كده انا رصيت البصل بتاعي اهو. هبدأ بقى اعمل ايه؟ هجيب برضك كمية من النشا وابدأ ارش على سطح البصل من فوق. ما عندكوش فكرة النشا بيحتفظ بالبصل بطريقة يعني طويلة قوي، وكمان بيحتفظ بالبطاطس برضك لفترة طويلة قوي. هبدأ كده اجيب النشا وابدأ ارش بقى على وش البصل او البطاطس. زي ما قلت لكم الفكرة بتنفع للبطاطس والبصل. ممكن وهي كده هتشيلها في التربو عندك.